الممتاز تحت السن. بس ده له فكرة عندي، هديك بس حاجة بسيطة منه. لما كل دوري هفسرهولك هيبقى ازاي، اذا كان الدوري المصري الممتاز، اذا كان الدوري الشركات، اذا كان الدوري اللي تحت السن، كل دولت هيتذاعوا بقنوات محترمة، بتحليل محترم، باللي بياخد الدوري بياخد رقم محترم جدا جدا جدا، مش زي الهبل اللي احنا بنسمعه ده، بحكام محترمين. الفكرة كاملة عندي، وهفسرها لك في جميع الحلقات اللي انت حضرتك هتشوفها. تمام. بالنسبة هديك بس نبذات في الفكرة نفسها. الحكام هنجيب، مش الحكم الساحة اللي احنا هنجيبه من بره، لا، احنا هنجيب حكام الفار، هنتعاقد مع بتوع انجلترا اللي بيقعدوا على الفار، ناس تيجي تقعد موسم كامل، ناس من اسبانيا ناس تيجي تقعد موسم كامل، ناس من المانيا ناس تيجي تقعد موسم كامل. دولت حكام الفار، علشان يبقى فيه حيادية، مش يبقى بتاع نادي فلان او نادي فلان ويقول لك ده اخد الدوري بالحكام ودي غلطة ودي. لا، حكم الساحة مش مهم زي حكم الفار. حكم الفار هو اللي بيديني الفينش اللعبة اللي في الاخر اللي هي هتخليني ياخد القرار وترجع الحكم وتعمل الحكم. يبقى الفار هو اللي بيتحكم في الملعب. يبقى احنا لازم نجيب الحكام من بره اللي قاعدين على الفار بالطقم بالكامل، نتعاقد معاهم. طبعا كل ده هياخد فلوس. تمام. عشان ياخد فلوس من هدفع اصلا الناس فلوس اللي هتتفرج، بس لازم يتفرج على محتوي فعلا. شايف الدوري ده يستاهل ان أنا ادفع فيه، والدفع هيكون بسيط. يعني ممكن في السنة مثلا بدل 50 جنيه في الشهر، في السنة مثلا ممكن يبقى 400 جنيه في السنة كاملة. 400 جنيه اشتراك الدوري أو الدوريات كلها. يوم ما تزيد أوي تبقى 500 جنيه يعني، على حسب التقدير. طيب الأول هياخد إيه؟ الأول هياخد 120 مليون جنيه اللي هياخد الدوري المصري. التاني 100 مليون جنيه. التالت 90 مليون جنيه. الرابع 80 مليون جنيه. آخر فريق عندي في الدوري المصري هياخد 40 مليون جنيه. طيب علشان يبقى فيه منافسة صادقة، عشان يبقى فيه منافسة فعلا في الدوري، ينفع النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو نادي بيراميدز أو نادي فيوتشر أو أي نادي مثلا، اللعيبة اللي فيه بتعدي 300 400 مليون، فيهم لاعب ب160 مليون ولاعب ب100 مليون ولاعب 80 مليون. يعني في لاعيبة ممكن تعدي ال500 مليون في الفريق، مش 300 مليون كمان. وبيلاعب بينافس فريق بنص مليون وبمليون.